بنت الفاميليا وبنت العز وبنت القدر وبنت الاحترام وبنت الشان وبنت باباها وبنت ماماها، كي تخدعها ولا تحقرها وتسكت وتفوت لك ماشي معناها راه ما تسواش، بالعكس هذه تربات وسط الرجال وبين الرجال ووسط الاحترام والقدر، ووالديها ربوها انه تقادر الانسان اللي معاها والله جامي رفدت صوتها وعلاتها على الرجال، وتعرف قدرها ومسؤوليتها وحدها بلا ما تقول لها ديري وديري، وكي تحبك صح، تحطك فوق الراس وتصونك وتحترمك. لكن إذا فات وصبرت معاك فوق اللازم وعطاتك فرصة وزوج وثلاثة وربعة واستناتك تتبدل، ولا حياة لمن تنادي، ما وليتش كما كنت وانت ما عرفتش قدرها وقدر الفرصة ورحت عليك، ثم ما تستناش باش ترجع عليك، لأنه الصبر عنده حدود. مالا اللي عنده بنت فاميليا يتهلا فيها، في وقت هذا قلال بنات الفاميليا وقلال ولاد الفاميليا، واللي عنده بنت فاميليا في طريقه يتهلا فيها، واللي عنده بنت الحرام في طريقه ربي بعده عليها، والعكس صحيح. سلام.